دنيا باطمة وسعيدة شرف تعودان من جديد لنشر خصومتهما في رضعات المحاكم المغربية، ولكن هذه المرة انقلبت الأدوار، فصارت دنيا باطمة هي المدعية بعد أن كانت سابقا مدعى عليها، أو بتعبير أدق متهمة، وأصبحت سعيدة شرف مدعى عليها أو متهمة بعد أن كانت في السابق هي المدعية أو طرف في القضية الأشهر عربيا، قضية حمزة مومبابيل. لنتعرف على التطورات الجديدة في القضية بالفيديو. شهدت القضية التي حررتها الفنانة المغربية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام باطمة ضد كل من الفنانة سعيدة الشرف واليوتيوبر ولد شينوية تطورا جديدا. وبحسب ما نقلته الصحف، فقد أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش جلسة النظر في القضية التي حررتها دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام باطمة ضد الفنانة المغربية سعيدة شرف واليوتيوبر رضا البوزيدي المعروف بولد شينوية، حيث أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 4 من ديسمبر لغياب المدعى عليهما في الجلسة. وشدد القاضي على ضرورة تواجد أطراف النزاع في الجلسة المقبلة، موضحا أن ستكون الأخيرة قبل النظر في ملف القضية. يشار إلى أن دنيا باطمة وشقيقتها اتهمتا سعيدة شرف وولد شينوية بالسب والقذف والتشهير والابتزاز على خلفية القضية المعروفة بوسائل الإعلام المحلية والعربية بحساب حمزة مومبابي، القضية التي عرفت إدانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام باطمة بالحبس مدة سنة كاملة. ابتسام باطمة اتهمتا سعيدة شرف وولد شينوية بالسب والقذف والتشهير والابتزاز على خلفية القضية المعروفة بوسائل الإعلام المحلية والعربية بحساب حمزة مومبابي، القضية التي عرفت إدانة